أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين. في لحظات في تاريخ الأمم بتفضل محفورة جوه الذاكرة، مش بس لأنها انتصارات لكن لأنها بتكشف معدن الشعوب. يمكن ناس كتير لما بنقول 6 أكتوبر بتفكر في الحرب، في الجيش، في النصر، بس الحقيقة إن أكتوبر مش مجرد تاريخ. أكتوبر هو رمز لفترة مصرية قديمة بتتكرر كل ما حد يحاول يهدد الأرض أو الهوية. أول مرة تم فيها محاولة غزو المصريين كانت من آلاف السنين، لما دخل الهكسوس الغرباء اللي حاولوا يحتلوا مش بس أرض مصر لكن روحها. وقتها المصري حس بالخطر لأول مرة، حس إن في حاجة بتهدد وجوده، ومن اللحظة دي اتولد عنده الإصرار اللي بيفضل ثابت لحد النهاردة. الأرض مش بتتساب والكرامة مش بتتساوم. النهاردة واحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر عايزين نفتكر إن المعركة دي ما كانتش أول مرة المصري يحارب فيها، لكنها كانت استمرار لحكاية قديمة جدا بدأت من أحمس وفضلت مستمرة معاه لحد السادات. والنهاردة معانا ضيف مميز جدا جمع بين التاريخ والفن والأدب، بيقرأ الماضي بعين مختلفة، دكتور شريف شعبان الكاتب والمؤرخ الفني وخبير الآثار المصرية، علشان نرجع معاه بالزمن لورا عشان نعرف من الهكسوس لسينا ونشوف ازاي المصري عمره ما عرف يعني ايه هزيمة. لكن خلونا قبل ما نبدأ رحلتنا في تاريخ مصر من الهكسوس لسينا نطلع فاصل ونشوف فيديو صغير عن مين هو الدكتور شريف شعبان ونرجع لكم تاني. وبعد ما رجعنا من الفاصل نرحب بدكتور شريف شعبان الكاتب الروائي والمؤرخ الفني والخبير في الآثار المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، ازيك؟ حضرتك منورنا النهارده. تسلمي، ربنا يخليكي. دكتور، في البداية كنا عايزين حضرتك تاخدنا في جولة عبر الزمن وتقول لنا مين هم الهكسوس وازاي دخلوا مصر وقدروا يحكموها. الهكسوس ببساطة هي مجموعة من القبائل الأرامية والآرية اللي ظهرت في وسط آسيا. ظهروا حوالي في القرن ال 12 أو ال 13 قبل الميلاد، وابتدوا ان هم يزحفوا بشكل غير طبيعي نتيجة للظروف المناخية اللي ضغطت عليهم، لحد ما استقروا في منطقة الشام. ابتدوا ان هم يعملوا مجموعة من الهجرات غير المنتظمة في القرن ال 17 و 16 قبل الميلاد. ابتدوا ان هم يدخلوا مصر عن طريق الهجرات او عن طريق موجات الهجرات دي بشكل متتابع، لحد ما قدروا ان هم يسيطروا على الدلتا وعلى مصر الوسطى. في الوقت ده طبعا الوضع السياسي والاقتصادي في مصر كان مهزوز شويه، ما كانش فيه ملوك اقوياء، كان الاقتصاد فيه مشاكل. ده ساعد على دخول الهكسوس مصر. بالظبط، ده ساعد على دخولهم وعلى استقرارهم وعلى تسيدهم ارض مصر، وان هم يقدروا انه يوصلوا للسلطه وياخدوا زمام الامور ويحكموا ارض مصر. في الوقت دوت المصري أول مرة كان يحس بالخطر اللي بيهدد هويته وكرامته. نقدر نقول إن لحظة الاحتلال هي لحظة التحول أو الشرارة اللي حولت أو ولدت عند المصري يعني إيه وطن، وكانت تجربة الهكسوس أول درس عملي في الوطنية المصرية؟ لا، معنى الوطنية عند المصري القديم قديم جدا، يمكن من أيام الأسرة الأولى مع توحيد مصر، لما كانت قبل كده مملكتين شمال وجنوب، وقدر ملك مينا أو نعرمر إن هو يوحد مصر 3100 قبل الميلاد. ساعتها المصري القديم عرف معنى الدولة، معنى الوطن، معنى ان يبقى فيه نظام بيشمل الدولة كلها من أنظمة سياسية وأنظمة اقتصادية، يبقى ليه حق مواطنة، يبقى ليه إدارات بيشتغل فيها، يعرف يعني إيه حكومة ويعني إيه شعب، يعني إيه قوانين متبادلة ويعني إيه حقوق متبادلة ما بين الملك والسلطة والشعب. ولكن تعرضه لمشكلة الهكسوس دي كانت بالفعل أول مرة يحس بخطر أجنبي، خطر بيهدد أرضه، بيهدد سلامته، بيهدد الوطن اللي هو عايش فيه. من هنا كانت البذرة إن الإنسان المصري القديم يقدر إن هو يدافع عن أرضه تجاه خطر أجنبي.
دكتور، هل ممكن نقول ان انتصار أحمس على الهكسوس اول نموذج لوحدة الشعب والجيش في التاريخ المصري؟ لازم نقول ان الجيش المصري القديم هو اقدم جيش في تاريخ البشريه. مصر قدرت ان هي تعرف اول جيش نظامي في تاريخ العالم كله، اكيد طبعا. من اول الملك نهارمر مينا، ولكن نقدر نقول كانت مجموعه من الميليشيات تحت اداره، ولكن الجيش النظامي بشكله المنظم اتعرف بعد كده في الاسره الثانيه. ولكن خلال ازمه الهكسوس طبعا الميليشيات دي ما كانتش بالقوه، الملك المصري ما كانش قوي في الوقت ده، لحد ما ظهرت أسرة وطنية في طيبة اللي احنا بنعرفها بالأسرة الطيبية أو الأسرة 17. أول أو أشهر ملك في الوقت ده كان الملك سقن الرع، شاب صغير عنده طموح، بيلاقي هجوم على وطنه، شايف أن مصر أكبر من هي تبقى تحت ايد الهكسوس. احنا عرفنا ان الهكسوس سيطروا على الدلتا ولحد مصر الوسطى، وسابوا شريط رفيع جدا اللي هي منطقه الاقصر واسوان، وفي الجنوب كان في ضغط من مملكه النوبه، وبالتالي الهكسوس في الشمال والنوبه في الجنوب كانوا ضاغطين منطقه طيبه وكانوا بيهددوا الملك سقن الرع. دكتور، دايما بنسمع مقوله ان التاريخ دايما بيعيد نفسه، فهل ممكن نقول ان اللي حصل ايام الهكسوس اتكرر في تحرير سيناء، وان عقيده المصري في الدفاع عن ارضه ثابته مهما اتغير الزمان والعدو؟ ده حقيقي. ايمان المصري على مدار الزمن ان هو صاحب الارض، هو صاحب الحق، ده بيخليه دايما يؤمن بعقيدته ان هو دايما على حق، وان هو بيدافع على ارضه، هو مش مهاجم، هو ما بيهاجمش اي حد. الشعب المصري معروف من ايام مصر القديمه لحد النهارده ان هو شعب مضياف ومنفتح، مش منغلق على نفسه. بيقدر ان هو يحتوي اي جنسيات واي اعراق تقدر ان هي تعيش حواليه. بيبتدوا الاجانب ان هم لما يعيشوا في مصر بينصهروا في العالم المصري، ولكن المصري لا يقبل نهائيا ان اي اجنبي يسيطر عليه. هنلاقي ان هو قدر ان هو يحتوي مجموعه كبيره من الجنسيات اللي عاشت في ارض مصر، ولكن لما حس بتهديد الهكسوس، تهديد هويته، على تهديد الهويه، امتلاك ارض او نزع الارض من ارضه، نزع الخيرات بتاعتها منه، ابتدي ان هو يحس بتهديد الامن، ابتدى ان هو يستنفر وان هو يدافع عن ارضه. نفس القصه هنلاقيها في ارضنا اللي احنا قعدنا 6 سنين يعني ندبر ونخطط وان احنا ننظم الجيش لحد ما قدرنا في ساعه الصفر في 73 ان احنا نقدر نحررها. دكتور، دايما المصري معروف بصبره الطويل، هل صبره ده بيكون تخطيط وحكمه لليوم المناسب اللي يرد فيه كرامته؟ وازاي نقدر نربط بين صبره ايام الهكسوس وصبر المصري في انتصار 6 اكتوبر؟ المصري معروف بطبيعته الكبيره في التحمل، يقدر ان هو يتحمل الشدائد ويتحمل الصعاب، يقدر يتحمل المشاكل الطبيعيه من فيضانات، من مجاعات، وبالتالي بيقدر ان هو يضرب المثل في القدره الكبيره على الصبر والتحمل. حتى في مواطن الاحتلال هنلاقي ان هو قدر ان هو يستحمل وجود الهكسوس، مش حبا فيهم ولكن رغبه في الانتقام في الوقت المناسب، ان هو يقدر في الوقت المناسب لما ينظم نفسه، لما يقدر ان هو يبقى عنده قياده حكيمه، يقدر ينظم صفوفه، ياخد التوقيت السليم بالترتيب السليم، ويقدر ان هو ينتصر الانتصار باسم الوقت المناسب. هو ده اللي حصل في 73. احنا قعدنا 6 سنين ننظم الجيش، كان عندنا دفاع جوي منهار، ابتدى ان احنا نبني نظام الدفاع الجوي. بعد 3 شهور من نكسة 67 حققنا انتصار في البحرية لما غرقنا المدمرة إيلات. بعدها بشهر عملنا معركة راس العش وانتصرنا على العدو الإسرائيلي. خضنا 3 سنين معارك عنيفة جدا اللي هي حرب الاستنزاف، ودي أرهقت العدو بشكل كبير جدا، وكانت انذار ان مصر هتقدر تحارب في التوقيت اللي هي بتحدده، اللي حصل يوم 6 أكتوبر 73. دكتور، دايما المصري بيعتبر أرضه جزء من روحه، ليه الارتباط قوي بالشكل ده؟ وهل تمسكه بالأرض هو سبب أو سر عودته بعد أي هزيمة أو بعد أي أزمة؟ طبيعة الأرض المصرية مختلفة عن أي أرض تانية، وده اللي انعكس على الشعب المصري على مدار التاريخ. أرض مصر أرض خصبة، الوادي النيل دايما بيبقى حواليه الأراضي الزراعية، وبالتالي بتساعد المصري على الاستقرار، وده كان السبب الأساسي في بناء الحضارة المصرية القديمة وبناء الحضارات اللي عاشت على أرض مصر قرون.
وده اللي خلى المصري يرتبط بأرضه بشكل غير طبيعي، على عكس أي أقوام تانية، على عكس الأشوريين والبابليين في العراق القديم، على عكس الإغريق والرومان اللي كانوا دايما بيهاجروا وبيسيبوا أراضيهم. ده اللي خلى المصري يرتبط بأرضه بشكل غير عادي، وبالتالي بيشوف إن أرضه دي ملكه، أرضه دي جزء منه، من روحه، من تقاليده. كان بيعتبر إن العالم الآخر ما هو إلا انعكاس لأرض مصر اللي هو عايش عليها، شايف إن نهر النيل ده هو هينبع في العالم الآخر، وبالتالي أي اعتداء أو أي احتلال على الأرض دي تعتبر تهديد ليه شخصيا، وتهديد لكيانه، وتهديد لهويته. دكتور، دايما أجدادنا بيقولوا إن الأرض والعرض خط أحمر. إزاي المعنى ده اتجسد من جديد في حرب أكتوبر؟ وهل معركة الهكسوس وحرب أكتوبر رغم اختلاف الزمن والعدو ليهم نفس المعنى، الكرامة لا تساوم أو الكرامة لا تتساوم؟ احنا كنا لسه بنتكلم على ان الشعب المصري على مدار التاريخ كله بيعتبر ان الارض هي الارض، ما ينفعش ان احنا نفرط فيها لاي سبب من الاسباب مهما كان. احنا شعب مضياف، نستقبل الاجانب، بنخليهم يعيشوا وسطنا، ولكن بشروطنا، بعاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي اي تعدي او اي تهديد لارضنا ده تهديد لينا شخصيا، تهديد لكرامتنا وهويتنا. ده حقيقي. وبالتالي المصري من مصر القديمة بيلاقي ان دفاعه عن ارضه هو دفاعه عن حضارته، دفاعه عن وطنه ككل، دفاعه عن هويته وعن كينونته. مش بس ايام الهكسوس، احنا هنلاقي ان كان في تعدي عنيف جدا حصل من اقوام في القرن ال13 والقرن ال12 قبل الميلاد اسمهم شعوب البحر. دول مجموعة من القبائل الهمجية اللي جت من البحر المتوسط وبحر ايجا، ابتدت ان هي تدمر كل الحضارات القديمة، دمرت حضارة أوجاريت، دمرت ساحل الشام، دمرت الحضارة العراقية القديمة، دمرت حضارة قبرص، وابتدت ان هي تزحف شوية بشوية لحد ما وصلت لحدود مصر. لو كانت قدرت ان هي تنتصر على المصريين القدماء كانت قضت على العالم القديم كله. يعني ده اشبه في الوقت الحالي، في الوقت زمان، في الوقت زمان بنشبهها بالمغول اللي جم من اقصى الشرق ودمروا كل الحضارات وكل الدول لحد ما مصر قدرت ان هي تكسرهم في عين جالوت. وبالتالي خرج ملك عظيم جدا اسمه الملك رمسيس الثالث، قدر ان هو يواجه الشعوب دي وينتصر عليهم في اكتر من معركه، دمر الحصون بتاعتهم، دمر القبائل بتاعتهم، كان عندهم قدره بحريه قويه جدا، ولكن البحريه المصريه قدرت ان هي تتصدى لهم وتصطادهم وتنتصر عليهم وتقضي عليهم وتنتصر عليهم. ده بين لنا ان المصري القديم مش بيدافع بس عن ارضه، ده بيدافع عن الحضاره وعن الفكر وعن بيدافع عن هويته، الهويه العالميه كمان. ده بيبين ان المصري بيحمل شعله الفكر والثقافه للعالم كله مش بس لنفسه. دكتور، لو قارنا بين الماضي والحاضر، بين الهكسوس اللي دخلوا مصر ونهبوا خيراتها والعدو الصهيوني اللي احتل ارض سيناء، ايه اوجه التشابه بينهم؟ اوجه التشابه ان ده عدو ملوش جذر، ملوش اصول، ملوش هويه، عدو جاي من اماكن مختلفه، ما عندوش عادات وتقاليد بتحكمه، ولكن بيقدر ان هو اول ما يلاقي ارض يستوطن فيها، يقدر ان هو يقعد فيها ويمتص خيراتها بغض النظر عن صاحب الارض والحق الحقيقي. وبالتالي ده اللي بيدخله في صدامات مع اصحاب الحق واصحاب الارض الحقيقيين. احنا في مصر القديمه اصحاب الارض، وبالتالي كنا بندافع عنها بكل قوتنا. ارض سيناء هي ارض الخيرات وارض مصريه 100% من ايام المصريين القدماء، وعندنا مجموعه نقوش من ايام الملك سنفرو وابنه الملك خوفو بتبين لنا رحلات التعدين اللي كان القبائل او القوافل المصريه القديمه بتروح تجيب الخيرات بتاعت سيناء من احجار كريمه باهمها الفيروس، وده اللي خلانا نقول على ارض سيناء ارض الفيروس. وبالتالي من قديم الازل من 3000 3200 ارض سيناء هي جزء لا يتجزأ من الارض المصريه، جزء لا يتجزأ من الطبيعه المصريه ومن الخيرات اللي مصر بتستفيد بيها. كون ان في معتدي او محتل ان هو يحط ايده على الارض دي، هو كده بيهدد الامن القومي المصري وبيهدد وهويه المصري وكرامته، هويه المصري والامن الاقتصادي المصري، لان اقتصاد مصر قايم على المنابع بتاعتها، قايم على الثروات الطبيعيه بتاعتها، وبالتالي هو كده بيحط ايده على الثروات الاقتصاديه اللي هي من حقنا ويبتدي ان هو يستنزفها. ده حصل ايام الهكسوس، حصل من شعوب البحر، حصل كمان احنا دلوقتي بنتكلم على الاحتلال اللي حصل في 67 وبنتكلم مش بس كده، ده ابتدوا ان هم يدوروا على الاثار المصريه في سيناء، قعدوا اكتر من 20 سنه يدوروا على الاثار لحد ما سلمونا سيناء في 81.
ابتدوا ان هم يدوروا على مجموعه كبيره من الاثار المصريه وياخدوها ويودوها عندهم ويحاولوا ان هم ينسبوا وجود ليهم في ارض سيناء، ولكن هم ما لقوش اي اصول ليهم في ارض سيناء ولا اي تواجد تاريخي ليهم. دكتور، لو وقفنا قدام الملك أحمس والرئيس السادات، الاتنين واجهوا عدو غريب لكن على نفس الأرض، إزاي الروح الوطنية كانت واحدة رغم اختلاف الزمن والعدو؟ خلينا نرجع للملك أحمس. الملك أحمس ابن أسرة وطنية، أسرة عسكرية زي ما حكينا. أبوه الملك سقننراع واحد من أهم المناضلين المصريين القدماء اللي حمل لواء تحرير مصر من الهكسوس، ولكن للأسف هو وقع في معركة وتم أسره وإعدامه بطريقة وحشية وقبيحة جدا. عشان كده احنا بنعتبره أول شهيد في تاريخ العسكرية المصرية. واللي هيروح متحف الحضارة المصرية في الفسطاط ويزور قاعة المومياوات هيلاقي الموميا بتاعة الملك سقننراع والضربات الوحشية اللي اتعرض لها. في الوقت ده كان الملك أحمس صغير في السن، حوالي 7 سنين أو 10 سنين. مين اللي رباه في الوقت ده؟ أمه الملكة إياحتب، الملكة العظيمة اللي قادت الجيش من بعد جوزها، وابتدت ان هي تنظم صفوف الجيش وتطلع على الخطط الحربية وان هي تعد ابنها اعداد عسكري قوي، مش بس يبقى قائد جيش، يبقى قائد للدولة كلها. ابتدت ان هي تربيه تربية عسكرية وتربية ملكية بحيث ان هو لما يكبر يقدر ان هو يشيل المسؤولية من بعد ابوه. عشان كده لما قدر ان هو يقود الجيش من بعده قدر ان هو يتعلم الروح الوطنية، يتعلم روح القوة، روح العزيمة والإصرار الوطنية المصرية اللي هي ربيته عليها ان هو يحرر أرضه ويقود جيشه وشعبه ويطرد كل الأغراب من أرض مصر. مش بس من مصر، قدر ان هو يطردهم كمان من أرض الشام. عشان كده احنا بنعتبر الملكة إياحتب بطلة قومية، واحدة من أعظم ملكات مصر القديمة. وتكريما ليها ابنها الملك أحمس أهداها قلادة عسكرية اسمها قلادة الذبابة، ودي تعتبر أول امرأة في تاريخ العالم تاخد نشان عسكري. دكتور، بعد كل أزمة أو هزيمة المصري بيقوم أقوى من الأول، هل ده طبع فطري في المصري ولا خلاصة تجربة حضارية عمرها آلاف السنين؟ دي حقيقة، يعني المصري القديم بان حضارة احنا عايشين فيها بتفاصيلها لحد النهاردة. مجموعة كبيرة جدا من الخبرات، مجموعة كبيرة جدا من التجارب، معارك احنا بنخوضها بنقع ونقف، مجموعة كبيرة جدا من المعارك اللي احنا بنخوضها بتعمل صهر للشخصية المصرية القديمة، بتخلي المصري على مدار قرون، على مدار أزمنة كبيرة جدا ان هو يعرف يتعلم من أخطائه. قدر ان هو يقع في مشكلة الهكسوس كانت حوالي من 90 ل 150 سنة، ما استسلمش، قدر ان هو يقف على رجله من جديد، قدر ان هو يخطط ان هو يبني دولته بشكل متكامل. الهكسوس دخلوا مصر وانتصروا على المصريين بفضل تطور السلاح عندهم، العجلة الحربية. المصري القديم خد العجلة الحربية وطورها، خلاها أخف، خلاها أسرع، ابتدى ان هو يطور في أنظمة العجل نفسه، وبالتالي قدر ان هو ينتصر على الهكسوس بالسلاح اللي هم دخلوا بيه مصر. عندنا مناظر شهيرة جدا على جدران معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد هابو للملوك المصريين وهم بيقودوا العجلات الحربية ويطردوا أعدائهم. معناها ان المصري ابتدى ان هو يتعلم من أخطائه، يتعلم من تجاربه، ويتعلم حتى من أعدائه، ويشرب الخبرات دي كلها وقدر ان هو يبني بيها انتصاراته من جديد. نفس القصة في 73 احنا اتغلبنا في 67، ابتدينا ان احنا نبني الجيش من جديد، نستعين بخبرات دول تانية، ابتدينا ان احنا نخطط، نستعين بأسلحة جاية لنا من بره، ابتدينا نستعين بأساتذة الجامعات، نبني الجيش كاملا من اول وجديد بخبرات متطورة لحد ما قدرنا ان احنا نحقق النصر في 73. دكتور، بما ان حضرتك بتقول بنستفيد من خبرات الاخرين، من أحمس الشاب اللي حرر مصر ايام الهكسوس للرئيس السادات اللي حرر سينا في 6 أكتوبر، هل ممكن نقول ان الفكر القائد دايما هو اللي بيكون قبل قوة السلاح، وان الوعي وان القيادة الواعية هي اللي بتحول نقطة الضعف لنقطة مجد؟ ده حقيقي. القيادة السليمة، القيادة المستنيرة هي اللي بتقدر ان هي تحتوي الشعب، تحتوي الهزيمة وتحولها من هزيمة لنصر. التفاف الشعب حوالين القيادة ده برضو امر مهم جدا. أحمس عنده نص مهم جدا بيتكلم فيه تكريما لأمه، بيقول هي المرأة التي وحدت الشعب، هي التي أعادت الهاربين، هي التي أعادت الأرض.
معناها ان هو شايف دور امه القوي في احتواء الشعب، في ان الشعب يلتف حوالين القياده. ده امر مهم جدا في اعاده بناء الثقه ما بين الشعب والقياده، اعاده بناء الجيش، اعاده بناء المجتمع ككل. وبالتالي ده اللي ساعد على ان الدوله تبقى كتله واحده تتحرك، منظومه واحده، جيش وشعب وامه متكامله تقدر ان هي تحول هزيمتها اي لنصر. هزيمه لنصر. هو نفس اللي حصل في 73. الثقه رجعت للشعب المصري، الثقه رجعت للجيش المصري، بقى في تناغم ما بين الشعب والجيش. وبالتالي ده اللي خلى الكيان ككل كمصر ان هي تقدر ان هي تقف في بعد الهزيمه ككتله واحده ضد العدو اللي كان مصور للمصريين نفسهم وللعالم ان هو الجيش الذي لا يقهر. كان البروباغندا الاسرائيليه واصله لدرجه كبيره جدا بتاثر حتى في بعض الناس ان هم لا يقهروا، ولكن المصريين ما استسلموش، ما سمعوش الكلام ده، صدقوا في نفسهم وصدقوا في قيادتهم، وانه بالتنظيم السليم قدرنا ان احنا ننتصر في 73. دكتور، من معركة الهكسوس لحد نصر أكتوبر البطل الحقيقي دايما كان هو الشعب. هل ممكن نقول إن سر الانتصارات المصرية دايما في إرادة شعبها؟ ده حقيقي، إن الشعب دايما زي ما قلنا هو كتلة واحدة. ممكن حضرتك تحكي لنا من البداية، من زمان الشعب كان بيقف إزاي مع الملك أو جيشه لحد نصر أكتوبر؟ الشعب المصري على مدار التاريخ كله عبارة عن وحدة واحدة متكاملة، مفيش تناغمات، مفيش تشعبات، مفيش عناصر مختلفة دخلت جوه الشعب المصري. حتى هنلاقي عاداتنا وتقاليدنا من زمان هي اللي احنا بنمارسها لحد النهارده. الاكل، الشرب، عادات الفسح، الكلام اللي احنا بنتكلمه العامي هو نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه من ايام مصر القديمة. وبالتالي هنلاقي ان التناغم اللي جوه المجتمع هنلاقي هو شبيه باللي احنا بنعيشه لحد النهارده. التماسك اللي في المجتمع ده اللي ساعد على ان المجتمع يبقى واحده واحده ويقف ورا القياده بتاعته. دكتور، التماسك ده كان موجود من زمان، يعني من آلاف السنين كان موجود، رغم ان كان في احتلال وفي محتلين دخلوا ارض مصر، برضو كان التماسك موجود. ده حقيقي، وده اللي ساعد ان مصر تقدر ان هي تبني حضاره قويه وحضاره منتظمه، وان احنا يبقى عندنا حضاره اطول حضاره في التاريخ كله. احنا بنتكلم في 3000 سنه حضاره واقفه على رجلها. حتى انهيار الحضاره المصريه خد اكتر من 1000 سنه عشان يتم القضاء عليها. وبالتالي ده معناه ان احنا بنتكلم في شعب متماسك متناغم، مفيش عناصر اجنبيه كتير بتدخل جواه. في عادات وتقاليد هو محافظ عليها لالاف السنين. العادات دي اللي بتخليه يقدر ان هو يعمر ويقدر ان هو يبني حضاره في قيم، في اخلاق. معروف ان المصري القديم كان عنده مجموعه كبيره من القيم اللي استقاها من حاجه اسمها الماعت او العداله، ايمانه بالعالم الاخر، ايمانه بحسن الخلق. وبالتالي هنلاقي ان في تشابه كبير ما بين العادات والتقاليد اللي المصري القديم كان بيؤمن بيها والاديان السماويه. ده بيبين ان الشعب المصري كان شعب متماسك، وكان شعب عنده قيم ومبادئ ومثل عليا من آلاف السنين، من آلاف السنين، وبتحافظ على كيان وبتحافظ على الهيكل بتاعه. وقت ما يدخل فيه مشاكل او يدخل فيه صدامات او يدخل فيه معارك هنلاقيه دايما متماسك، ودايما هنلاقيه قوي وبيزق القياده بتاعته، دايما هنلاقيه ورا القياده بتاعته ودايما بيحميها. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، وجودك معانا النهارده بجد كان اضافه كبيره لينا. شكرا جزيلا، اشكرك. يمكن كل زمن ليه عدو، بس المصري هو من أحمس اللي طرد الهكسوس لحد جندي بسيط في 6 أكتوبر. نفس الدم، نفس الأرض، نفس الفطرة اللي بتقول الكرامة قبل الحياة. يمكن المعارك بتتغير والأسلحة بتتطور، لكن سر الانتصار عمره ما اتغير. الصبر، الإيمان، واليقين إن الأرض دي مش بتتساب. مصر عمرها ما كانت محطة في طريق حد، ولا كانت أرض سهلة للغزاة. كل اللي حاولوا يطبعوا عليها بصمتهم، مصر هي اللي طبعت عليهم التاريخ. وكل مرة نحارب فيها بنفتكر أول مرة تم فيها غزونا، وأول مرة انتصرنا. وبن أحمس لجنود أكتوبر الحكاية واحدة، اسمها ببساطة مصر ما تعرفش الهزيمة. والحقيقة الثابتة على مر العصور إننا دايما ورا قيادتنا وجيشنا ضد أي محاولة للتعدي على السيادة المصرية، أو أي عدو يحاول المساس بالدولة. زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محدش يقدر على مصر. استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد من أول مرة، يمكن تكون هي البداية الحقيقية اللي هتغير حياتك.